بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. قبل ما ندخل في الفيديو كده نعمل الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو مش مشتركة عندي عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة بقى كده هنعمل ايه؟ حاجة سريعة كده اللي هي سلطة الفواكه دي. آه هنعمل بقى ايه؟ اي فواكه عندك في البيت هنعملها كده مع بعض. بس ده اللي كان متاح عندي، يعني موز وكيوي وفراولة اهو. اي بقى فاكهة عندك متاحة، جوافة بقى، تفاح، حطي اللي انت عايزاه. وطلعت منجايتين كده كانوا في الفريزر، سبتهم يفكوا شوية عشان اعملهم عصير. هقطع بقى هنا الفراولة كده بالتقطيع اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه اهو. دي بقى اسرع حاجة حلوة هتعمليها للضيوف بقى، للولاد. حاجة سريعة خالص خالص، من غير بقى مجهود ولا اي حاجة، وحاجة مفيدة كمان. يعني الفواكه من الحاجات المفيدة للجسم اهو. هنقطع بقى كده الفراولة اهو يا حبايبي. كده بقى قطعنا الفراولة كلها اللي معانا اهو. هنقطع بقى الموز، تبقى حلوة برضو بالتفاح او الجوافة، والرمان كمان تبقى جميلة جدا. انا كمان بحب افرز الرمان، بيبقى جميل جدا، مفيد طبعا، وكله حديد اهو. هنقطع كده كل الموز اللي معانا. هي طريقتها سهلة ومفيهاش اي حاجة، وعارفة اللي كلكم شطار وبتعرفوا تعملوها، بس انا قلت إيه اشاركها يعني معاكم اهو. تقطيع كده عشوائي كده اهو. كده نقلتها في البولة دي كبيرة شوية عشان تكفي يعني، عشان هضرب عصير واحطه فيها. كده الكيوي بقى انا بستخدم له القشرة دي، جميلة جدا. انتوا عارفين الكيوي بيبقى حساس، يعني عايز تقشريه كده بالراحة، لاني لو عملتيه بالسكينة بيطلع كله في السكينة. كان المقشرة دي ما شاء الله جميلة جدا، طلع القشرة خفيفة كده وبتتحكمي فيها او زي ما انتوا شايفين كده. هقشر بقى كده. بحب برضو اقشر الاناناس، التفاح، اي حاجة بيها، المانجا كمان بقشرها بيها بالمقشرة بتاعت البطاطس دي، جميلة جدا. بتساعدك يعني في المطبخ اهو. هقشر بقى كده كله اهو زي ما انتوا شايفين كده، بتقشر حلو جدا من غير بقى ما تبهدلي الكيوي اهو يا حبايبي. هننضف بقى كده ونبدأ برضو نقطعه مع بقية الفواكه دي اهو. نقطع بقى كده اهو. احنا طبعا من عشاق الكيوي والفاكهة اليومين دول في السوق ما شاء الله جميلة جدا اهو. كل الفاكهة بقى اللي انت عايزاها قطعيها وحطيها اهو. انا قلت بقى حاجة سريعة كده، بدل كل يوم بقى حاجات بقى بيض ودقيق وسمنة وزبدة والحاجات دي كلها. فقلت بقى الفواكه الطبيعية تكسب طبعا، احلى من كل الكلام ده. مفيش احلى من الحاجة الطبيعية المفيدة اهو. قطعت كده كل الكيوي اللي معانا اهو زي ما انتوا شايفين. هقشر برضو المانجا دي وهضربها في الخلاط اهو. بس كانت متجلجة جدا، يعني قشرتها كده بأعجوبة كانت لسه تلج، وكانوا الولاد مستعجلين بقى عايزين حاجة حلوة. وهنا كوباية سكر اهي، هنضربهم كده في
شفشق الخلاط اهو. نحط السكر بقى. كده بعد ما ضربناهم في الخلاط، احنا بنحب الفواكه كده في الصيف كمان اكتر، بتبقى كده متلجة وجميلة. هنحط بقى كده عليها عصير المانجا، عايزة تحطي عصير رمان، عصير جوافة، فراولة لو عايزة. وساعات بحط لها فراولة باللبن وعليها موز برضو، بيبقى العصير ده بيبقى جميل. وتسيبها بقى في التلاجة لحد ما تسقع وتقدمي منها براحتك، بيبقى طعمها جميل جدا وشكلها كمان حلو خالص في الكاسات اللي انت هتقدمي فيها. وبيبقى كمان الفواكه كتير، بيبقى شكلها جميل والوانها تحفة. هنقدمها بقى كده في كاسات شكلها حلو كده من نيش بقى. نظبط الدنيا وندلع الولاد اهو. كل فترة كده طلعي الحاجة بتاعتك اللي في النيش دي اللي هي للضيوف. احنا طبعا ولادك مش الضيوف مش احسن من ولادك طبعا، فطلعي بقى كده وفرحيهم اهو. نحط بقى كده عصير المانجا ان شاء الله. عايزة بقى تحطي ايس كريم، كريم شانتيه، بتحطي اللي انت عايزاه. طبعا الكلام ده في الصيف مش في الشتاء اهو يا حبايبي. ما شاء الله الالوان شكلها تحفة، والطعم طبعا تحفة. وخفيفة بقى عن اي إيه حلويات تعمليها يعني في البيت، وتغيير بقى من الكيكات والبسكوتات والحاجات دي كلها. ناخد بقى هدنة كده من الحاجات دي، نشتغل بقى على الحاجات الطبيعية طبعا اهو. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.